بصوا يا حبايبي هنعمله كده لحمة وبامية. هنعمله طاجن بامية حلو قوي، بس طبعا هسلق اللحمة الاول. حاطة طبعا حتة سمنة بشوح فيها اللحمة. انا بس هرص اللحمة، وبعد كده هحط ورق غار وطماطمايه وقرن فلفل وفصين توم، ولو في ليمون مجفف نحطه. وطبعا مبحطش انا فلفل اسود دلوقتي عشان خاطر ايه، بس ما يغمقش الشوربه. ومعاهم حطيت برضو فلفل اخضر. يبقى انا حطيت بصله، ورق غار، طماطمايه وبصلايه. بص يا حبيبي، بعد طبعا ما اللحمه اتشوحت بحط ميه سخنه، وطبعا لو في ريمه ولا حاجه بشيلها. وبعد كده ايه بحط فلفل اسود. انا كل ده برضو ايه ما حطيتش لسه الملح. اول بقى ما تخش في السوا بحط الملح. واعمل بقى طاجن باميه خفيف جدا. اللي عنده مثلا بقى قولون حاجه ده طبعا جميل خفيف، ما يتعبش القولون ولا اي حاجه، لاني مش بحط له طماطم كتير. الشوربه جميله جدا. بص يا حبايبي الباميه، بجيب باميه بحط برضو معاها معلقه سمنه وحته زبده، وبعد كده بشوحها مع السمنه والزبده واحط معاها توم. بفضل كده اشوحهم، اللي هي الباميه بس ايه تاخد ايه من ريحه التوم. ولو في واحده مرقه نحطه. بصوا انا بحط ايه 3 4 معالق طماطم بس، ما بكترش فيها طماطم خالص. وبشوحهم كده، وبعد كده بحط الشوربه واسيبها تغلي كده غلوتين، طبعا لان احنا شوحنا الباميه حلو جدا. وبعد كده ايه بحطها في الطاجن، وبجيب اللحمه بحطها معاها، وبسيب لحمه مسلوقه وبحط اللحمه مع الباميه. هنا حبايبي بقيه الباميه اشوح توم واحط فيها كزبره زي ما بعمل بقى طشه الملوخيه بالظبط. هتاكلي احلى طاجن باميه. هنا شوحنا التوم. بحط طبعا اللحمه الاول، احطها مع الباميه، وبعد كده احط ايه الطشه بتاعتي. طاجن جميل جدا خفيف قوي، هيعجبكم قوي. طبعا ما فيهوش حاجات كتيره. ايه رايكم حبيبي؟ والله جميل جدا. هيعجبكم خفيف، ما يحرقش طبعا على المعده. مع شويه رز مفلفل. انا عملت طبعا رز بالشعريه، شويه شوربه. وبألف هنا وشفا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.